رمضان جه علينا ونفس الاسئله بتاعت كل سنه لاي واحد بيلعب كمال اجسام هتتسال. هو انا هتمرن امتى؟ قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ ايه الدايت او ايه الاكل اللي انا هاكله في رمضان؟ ايه المكملات اللي انا ممكن امشي عليها كمان في رمضان؟ كل الاسئله دي بتتسال اول ما رمضان يهل علينا. هل انا هطلع من رمضان خاسس ولا تخنان؟ هل هقدر اوصل للتارجت بتاعي ولا لا؟ كل الكلام ده هنعرفه في حلقه النهارده، فيلا بينا نشوف. الحلقه اللي فاتت اتكلمنا عن المكملات اللي المفروض ناخدها في رمضان. لو مش شفتهاش هسيب لك اللينك بتاعها فوق على الشمال. خلص الحلقه دي وروح شوفها. في الاول عايزين نعرف هو الصيام اصلا ده كويس ولا مش كويس، يعني هو صحي للجسم عموما ولا لا. مبدئيا خلينا متفقين ان مفيش حاجه ربنا قالها في القران او حاجه مفروضه علينا ممكن تاذي جسمنا، بالعكس ده الصيام مهم جدا ومفيد جدا لكمال الاجسام. اول حاجه فهو بيعلي الجروث هرمون او هرمون النمو، دي حاجه كويسه جدا عشان عضلاتك تكبر. تاني حاجه فهو بيحسن جدا حساسيه الانسولين في الجسم. تالت حاجه يدل ان الصيام اصلا حاجه كويسه للجسم، ان في نظام صحي مهم جدا ومفيد جدا واسرع نظام تخسيس تقريبا هو نظام الصيام المتقطع، اللي احنا ممكن نصوم فيه من 12 ساعه ل 16 ساعه وباقي اليوم ناكل عادي. فطبعا الصيام هيبقى مهم جدا ومفيد جدا للجسم، وممكن كمان نطلع من شهر رمضان محققين التارجت وزياده كمان، سواء اذا كنا عايزين نتخن او عايزين نخس. تاني سؤال وده سؤال مهم جدا، اتمرن امتى في رمضان؟ اول حاجه فانتبعد عن التمرين الصبح طبعا، لان ده هيسبب جفاف او هايدريشن. طيب هتسال نفسك انا اتمرن قبل الفطار ولا بعد الفطار؟ على حسب التارجت اللي انت عايزه، يعني انا ارجح اللي بعد الفطار احسن. ايه هي الاوقات المناسبه ليا؟ ممكن اتمرن قبل الفطار بساعه او ساعه ونص، ويا ريت يبقى كارديو، ده لو انا عايز اخس. لكن لو انا اصلا خاسس والشيب بتاعي كويس وعايز اعمل كتله عضليه فما تتمرنش قبل الفطار خالص. لو انت عايز تمشي نفسك على كارديو ممكن تلعب كارديو قبل الفطار بنص ساعه بحيث تخلص الكارديو بتاعك وتخش تفطر على طول. لكن لو انت حابب ان انت تخس او تنزل من وزنك شويه فممكن تلعب قبل الفطار بحوالي ساعه او ساعه ونص، وبتكون شده التمرين بتاعتك متوازنه، مش قليله قوي ولا عاليه قوي، بحيث لما تخلص تمرينك تروح تفطر وتاكل وجبه محترمه فيها كل العناصر الغذائيه بتاعتك من كربوهيدرات او بروتين او دهون صحيه. في ميعاد تمرين تاني في رمضان ممكن اتمرن فيه، ممكن تتمرن قبل السحور. قبل السحور برده بساعه ونص ساعتين تتمرن التمرينه بتاعتك، بعد كده تطلع من التمرين تتسحر او تاكل الوجبه بتاعتك برضو تكون متكامله من العناصر الغذائيه بتاعتك كلها. بس بلاش تتمرن بعد السحور طبعا، عشان نفس المشكله بتاعت لو اتمرنت في الاول خالص بعد التمرين من غير اكل ممكن يحصل لك جفاف، وده اللي احنا مش عايزينه. فانت كده عندنا 3 مواعيد للتمرين في رمضان، ممكن قبل الفطار بساعه ساعه ونص، او بعد الفطار بساعه ساعه ونص، او قبل السحور بساعه ونص ساعتين. في ناس تانية برضو ممكن تتمرن تخش في الفطار تكسر صيامها بميه وتمر مثلا ولا حاجه، وبعد كده تنزل تتمرن التمرينه القويه بتاعتها بحيث ان هي كسرت الجفاف اللي عندها من الميه والتمر، وتتمرن وترجع تاكل وجبه غذائيه متكامله. ده برضو هيبقى ميعاد كويس جدا للناس كمان اللي عايزه تكبر عضل، فانت هتبقى عندك طاقه، هيبقى عندك كده جسمك هيبقى مخزن طاقه، وكسرت صيامك بميه وتمر، وتروح تتمرن تمرينه تقيله، بعد كده ترجع تاكل اللي انت عايزه او في السعرات الحراريه بتاعتك. فده يعتبر انسب ميعاد سواء جسمك كويس او عايز تخس او عايز تزيد، فده يعتبر انسب ميعاد. ونصيحه الناس اللي بتدوخ بسرعه سواء عندها مرض او سكر الدم بتاعها واطي او عندها مشاكل صحيه عموما، نصيحه ما تتمرنش قبل الفطار. كل براحتك، بعد كده صلي وانزل اتمرن تمرينتك عادي، وارجع كل وجبه غذائيه متكامله. ايه هي حل العزومات؟ كلنا بنتعزم في رمضان وكلنا بنحب اللمه والعيله وبناكل واحنا مش حاسين. تلاقي نفسك بتخش تاكل في المحشي، تخش تاكل في البط، تخش تاكل في المكرونه البشاميل، وتلاقي نفسك بتعبي سعرات حراريه وبتبوظ كل اللي انت عملته. ممكن تخش رمضان اول 3-4 ايام جاهز وسخن ان انت تبقى تمام، بعد كده بتضعف مع العزومات. خلينا متفقين لو انت في البيت مع مراتك او لوحدك او مع اهلك ممكن تسيطر على نفسك، لكن في العزومات ما بتعرفش تسيطر على نفسك. اللمه بتحب الاكل زي ما بيقولوا، وتقعد تشرب في عصاير وتقعد تاكل في سكريات، وتقعد تلاقي نفسك وانت قاعد خلصت بتاع 3000-4000 كالوريز وانت مش حاسس. فهي دي خطورة رمضان. رمضان ممكن تطلع من رمضان محقق تارجت بيرفكت، وممكن تطلع مبوظ الدنيا خالص وتبتدي على اخر رمضان تقول انا هبدا بعد العيد. يعني انت بعد رمضان هيبقى في عيد، هيبقى في سفر والدنيا هتبوظ اكتر، لا انا هبدا دايت تاني بعد العيد. في حال ان انت ممكن في رمضان اصلا توصل للتارجت اللي انت عايزه مستريح. طيب ايه هي بقى حل العزومات؟ اول حاجه ما تقولش لحد ان انت عامل دايت، لان هم اصلا اول ما بيسمعوا كلمه دايت بيركبوا مع عفريت. طب كل دي ما جاتش على الحته دي، ما جاتش على اليوم ده، يا عم احنا في رمضان انت صايم طول اليوم. الكلام ده هتسمعه كتير او اكيد انت بتسمعه كتير. فاول حاجه ما تقولش انك عامل دايت. تاني حاجه خليك ذكي.
انت هتبقى قاعد على السفره ما شاء الله هتبقى مليانه. حاول اول حاجه تخش عليها هو البروتين، سواء لحمه او فراخ، سواء مسلوقه او مشويه. حاول تخش على البروتين، كل من البروتين زي ما انت عايز، مش مشكله، هتكسر صيامك بيها وهتعبي كالوريز وهتشبع. بس ابعد عن الكربوهيدرات في الاول عشان ما تعليش الانسولين مره واحده. يعني ابعد عن السكر، اول حاجه تكسر بيها صيامك، ابعد عن السكر وابعد عن الكربوهيدرات. حاول تخش على الميه وحاول تخش على البروتين. دول هيقللوا حساسيه الانسولين عندك في جسمك في الاول، لان انت اصلا صايم طول اليوم، فهتلاقي نفسك بتاكل بسرعه، وكمان هتبقى حاجه مفيده لجسمك والعضلات. تالت حاجه ودي حاجه احنا لسه قايلينها، الميه. حاول تشرب ميه على قد ما تقدر في الاول، كتير، اشرب ميه كتير، اقعد عبي في بطنك عشان تشبع. بتملى بطنك بالميه فهتلاقي نفسك بتاكل قليل. وبعد ساعه ولا ساعتين من الفطار ممكن تاكل وجبه تانية، يكون بقى خلاص الناس اللمه اللي على الترابيزه قلت، ممكن تاكل اللي انت عايزه او تاكل طبق صغير. وحاول تملى الطبق بتاعك بخضار وبروتين وسلطه. حاول بقدر الامكان تبعد في الاول زي ما قلنا عن السكر او الكربوهيدرات، وكل سلطه وبروتين كتير في الاول عشان تشبع نفسك. بعد كده خش على الكربوهيدرات، هتلاقي نفسك اكلت حاجه صغيره، خدت كفايتك من السعرات الحراريه من الكربوهيدرات، وفي نفس الوقت شبعت واكلت بروتين كتير. رابع حاجه، ابعد عن السكر. الصينيه اللي مليانه بلح الشام والكنافه والحاجات اللي بالمانجا والحاجات اللي بتطلع الغريبه الجميله دي، حاول تبعد عنها في الاول. طبعا مفيش حد هيقدر يمنع سكر في رمضان، بس على الاقل مثلا ما تاخدش طبق كبير من بسبوسه او طبق كبير من الكنافه، لا، خد لك نص حته مثلا او حته كامله. بعد كده انزل تمرينك. وزي ما قلت حاول ما تكسرش صيامك بسكر، دي جريمه، هتعلي الانسولين عندك في السما فوق. هتفضل تاكل سكر وتشرب في عصير وانت مش هتشبع، بالعكس الانسولين هيفضل يعلى ويحسسك بالجوع اكتر. فنخلي بالنا. حاجه برضو لازم نخلي بالنا منها كويس جدا في رمضان، وهو الجفاف او الهيدريشن اللي احنا لسه قايلين عليه. الناس بتنسى تشرب ميه لان هي بتكون جعانه، بتشرب ميه في الاول بس، او اول ما الاذان يأذن، بقيه اليوم بتنسى، لان الناس بتبقى مشغوله في المسلسلات، في الصلاه، في التراويح، في الاكل، وبتنسى ان هي تشرب. تلاقي نفسها فاضل ساعتين 3 على الفجر وما شربتش طول اليوم. فلازم ناخد بالنا جدا من الجفاف، لان الجفاف ده هيعمل حاجه للجسم مش كويسه، جسمك هيقل والعضل بتاعك هيخسر. ده بالتالي كمان انت في التمرين بتاعك هتلاقي الكفاءه بتاعته قلت جدا، وهتلاقي نفسك مش عارف تشيل وزن، ده بسبب الجفاف او قله الميه في جسمك. اخر حاجه مهمه معانا ولازم ناخد بالنا منها في رمضان هي السهر. طبعا احنا كلنا بنخلص تراويح وتبقى الساعه 10 11 وتلاقي نفسك سهران، انا هسهر لغايه الفجر اتسحر وانام بعد الفجر. الكلام ده غلط، خصوصا كمان لو انت شغال وبتصحى بدري. هتلاقي نفسك او هتلاقي جسمك مش بياخد كفايته من النوم، فهيبقى فيه مجهود بدني زياده جدا عليه، ومش هتعرف تتمرن صح، ولا جسمك هيعرف يربي عضل او يكبر او يحقق التارجت اللي انت عايزه صح. وانا معاك ان السهر من اصعب الحاجات ان انت تتحكم فيها، خصوصا في شهر رمضان، لان اصلا اليوم بيبتدي بعد التراويح او من الساعه 10 بتبتدي يومك. لو سواء هتنزل مع اصحابك، سواء هتسهر مع اهلك، او سواء هتتفرج على مسلسلات، او سواء حتى لو الناس اللي بتقرا قرآن، هتلاقي نفسها من بعد الساعه 10 او من بعد الساعه 11 لسه بتبتدي يومها. فصعب جدا انك تتحكم في الموضوع ده. طب الحل ايه؟ الحل ده يرجع لك انت. لو انت عندك اراده انك تنام الساعه 11 12 فده هيبقى كويس جدا، ويا ريت طبعا تنام من الساعه 11 12 وتصحى على السحور، قبل السحور بنص ساعه او ساعه تتسحر وتنام تاني. ده هيبقى اسلم حل، بس صعب وعايز اراده عاليه جدا. او قبل ما تنام الساعة 11 12 برضو او الساعة 1 حتى تتسحر على الساعة 1 مثلا، وتبتدي تنام وتصحى على ميعاد شغلك الساعة 7 8 الصبح عادي جدا. يبقى انت اتسحرت قبل ما تنام، وتكون طبعا واكل الزبادي بتاعك او اللبن او بروتين الكازين اللي احنا اتكلمنا عليه في الحلقة اللي فاتت، عشان يسد جوعك على مدار اليوم او على مدار ساعات الصيام بتاعتك. بس كده، هي دي كانت حلقة رمضان. لو عندك اسئلة عن رمضان وعايزني اجاوب عليها في فيديو او اجاوب لك عليها دايركت، اكتب لي تحت في الكومنتس، او خش على اللينكات بتاعتي او السوشيال ميديا بتاعت الانستجرام والتيك توك، راسلني او ابعت لي مسج وهرد عليك ان شاء الله. كل سنه وانتم طيبين ودمتم في رعايه الله.